السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي افكار بسيطه مع سومه. اليوم غادي نشارك معكم تجربتي في الزراعه المنزليه من خلال بذور اللي تنشريهم جاهزين او من خلال الخضره اللي كنشري من السوق عادي وتنستعملها في الاكل، وكناخد ديك البذور ديالها وكان نحطهم في شي حاجه تكي، يعني في شي بلاصه حتى كينشفوا مزيان وكيباسوا، وعاد كان نخبيهم. المهم حتى نوريكم الطريقه العام الجاي ان شاء الله خطوه بخطوه من البدايه ديال الزراعه. والوقت هنا كيكون البرد كيطول بزاف، ضروري تبداو الزراعه في البيت. من بعد عاد كتخرجوها للجرده من كيسخن الحال او الجو. وكيف ما كتشوفوا هنايا غادي نزرع مطيشه. وبالنسبه لهاد الطاسات اللي فيهم هاد البطاقات كندير فيهم شويه 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 ديال التربه. بالنسبه لهادو غتلقاوهم في ليدل ولا الدي، كيكونوا متوفرين بزاف. وحتى التراب غادي تلقاوه بالنسبه للناس اللي كيزرعوا في الدار للداخل غتلقاوه حتى هوايا كيكون مزيان. وبالنسبه حتى البذور كاينه شي وقيته كتلقاهم اصلا حاطينهم غير فابور داك الشيء ديال المهم هنا غادي نزرع جلبانه كيف ما درت المطيشه النوبه الاولى، ومن بعد غادي نسقيها بالماء شويه. المهم هنا الماء ما غاديش ندير بزاف باش ما تخماش ديك البودره. ومن بعد غادي نسد عليهم. كيف ما كتشوفوا هنا دازت تقريبا شي 15 يوم ولا ما عرفت، يمكن 15 يوم، قل من 15 يوم، وبدات كتبان ديك، بدات كتطلع ديك النبته. ومن بعد من بدات كتكبر بدلتها وحولتها ودرتها في هاد الكيسان ديال القهوه. المهم هنا كنت حطيت واحد الفيديو من قبل شاركت معكم فيه بانه زرعت الفلفله حتى هي. ومن بعد كما قلت لكم من بدات كتكبر النبته حولتها لهاد الكيسان ديال القهوه. كاينين عندي، كيكونوا عندي كيسان ديال دانون، كلهم كنستغلهم، ما كنخليهمش يضيعوا وكنستغلهم بهذه الطريقه. كان المهم هنايا حيت النبته بالجدر ديالها من ديك الطاسات اللي كانوا فيهم، حيت هذاك الجدر هو اللي غادي نحتاج باش هو اللي غادي يمتص الغذاء ديالو الماء من ديك التربه. المهم حاولوا انكم تهزوها بالجدر ديالها. ومن بعد غادي نديرها في دوك الكيسان وغادي نسقيها بالماء. والمهم هنا كنسقيهم كاع هذوك النباتات اللي زرعتهم، كنسقيهم وما كنساش من بعد كنغطيهم بالبلاستيك من الفوق، وكنحاول نحطهم حدا المدفأة باش يلقاو داك الجو الملائم باش تكبر النبته. كتلقى داك الجو الملائم. وهنا في ذاك الوقت اللي كل شيء زرعته في الدار غادي نلقى النتيجه ديالو ان شاء الله. وتبعوا معايا بالفيديو. وهنايا غادي ندوز المرحله الثانيه من بعد ما بدا الجو كيتلائم باش انني نخرج هذوك النباتات على برا نزرعهم، لانه صافي الوقت وصل باش انني خصني نزرعهم برا. مشيت للبلاصه اللي غادي نزرعهم فيها وحاولت نحيد داك الربيع اللي كيكون في التربه، وكما كيخليش الخضار او الفواكه الا زرعتيها ما كيخليهاش تكبر، وبحال كيقتلها ما كيخليهاش تكبر، وهو اللي كيزيد ينتشر وكياخذ المساحه كامله. المهم هنا حاولت نحيد هذاك الربيع من الجذور ديالو.
وفي نفس الوقت هذه العمليه كتسمى بتقليب التربه. كيف ما كيدير الفلاح من تيبغي يزرع الارض، كيجيب تراكتور وكيقلب او كي زعما كيقلب الارض. هنا كنت ندير في نفس العمليه ولقيت داك الدوده ديال الارض، دليل على ان التربه او التراب غني بزاف بالمواد المعدنيه والعضويه. المهم هنا وريتكم حتى اليازير ها هو كاين مزروع من قبل، الريحه ديالو واعره، وحتى الخزامه. وبالنسبه لليازير من كيكون باقي خضر كيستعمل في الطياب بالاخص مع الدجاج ولا مع الحوت، كيجي كيعطي واحد البنه اللي زوينه. وكيستعمل حتى من كيباس كنهزو كنمشي كنقيه وكنستعملو للشعر وحتى للجسم. كنستعمل البخاخ للشعر او حتى الجسم مع الحنه، وكيحيد القشره من الشعر وكيرطب حتى الجسم. وكيف ما كتشوفوا هنا كاين بزاف ديال من بعد ما بقيت كنقلب في ديك التربه بداو كيطلعوا ليا بزاف ديال الجذور ديال داك الربيع. غادي نحيدو كامل، غادي نقيه وغنخلي التراب نقي. المهم هنا غادي نشارك معكم هذه الشجره ديال العنب الخضر. هنا كانت بدات شويه كتخرج ديك الوريقات ديالها، من بعد عاد كتبدا كتخرج ديك النويويره البيضاء، ومن بعد عاد كيبدا زعما البقيسه ديال كيبدا تبان الشميشه وهذاك كيبداو يخرجوا البذور ديال العنب. وبالنسبة للزراعة هنا في ألمانيا، بشهر 3 هو الشهر المناسب اللي تبداي فيه الزراعة باش من يوصل الوقت ديال الصيف. تجني كل شيء الخضر مزيانين وطيبين وياخدوا وقتهم في النضج. هنا كيف تنزرع كل شيء في الدار، ومن بعد لانه كتكون درجه ديال الحراره مزيانه مقارنه مع الخارج، كيكون البرد والشتاء الا خرجتيهم غادي يموتوا. كيف ما درت انايا، درت واحد الخطا انني خرجت الشجره ديال النبته، يعني بدات كتولي بحال شجيره ديال الفريز، ومن بعد ما صبراتش البرد والشتاء وما دوزاش الوقت بزاف وماتت وما صدقتش ليا. وما شاركتش معكم بالنسبه كيفاش زرعتهم في هاد البلاصه اللي كنت كنصوب فيها لظروف، وبالنسبه حتى للسقي ديالهم لظروف اللي هي واسباب خاصه. ان شاء الله المره الجايه نشارك معكم جميع المراحل خطوه بخطوه ان شاء الله. وهنا كيف ما كتشوفوا بداو مطيشات كينضجوا ويحمروا، البعض منهم ماشي كلشي حيت تاخذ لوقتها، وتبارك الله مطيشه هي الوحيده اللي خرجت بزاف وما كتحبش. هنا غادي ناخذ منها فقط مطيشات اللي حماروا ونضجوا باش نوجد بهم الغداء. احساس زوين بعد ما تزرعي شي حاجه وتلقاي النتيجه ديالها، انا بعدا سنفرح بزاف لانه كتعجبني الزراعه. ودابا غندوز باش نقطع الفلفله الحلوه اللي كبرات فيهم، اما اللي باقيين صغار غادي نخليهم ينضجوا. بالنسبه للفلفله ما خرجتش ليا بزاف حيت ما زرعتش منها بزاف، غير من دوك البذور ديال اللي كنشري من السوق. كيف ما قلت لكم الطريقه في الاول وزرعتها، وكيف ما كتشوفوا النتيجه في الفيديو تبارك الله فلفله بحال ديال السوق.
بدون دوايات ولا مواد كيماوية وصحية. وبالنسبه للبطاطا جات غير فجأة، ما زرعتها ما والو. كيف ما غادي نعاود لكم، كنت كناخد غير دوك القشور ديال الخضره، وكانت معاهم البطاطا، جلوف ديال البيض، كلشي داكشي كنت كناخدو، وكان كنشدو، نحاول نطحنو مزيان، وكان نردمو تحت من التراب باش تولي التربه غنيه، يعني بالمواد العضويه، كنديرو على شكل كومبوست. ومن بعد حتى تفاجأت، لقيت النبته ديال البطاطا كاينه بالورده ديالها، وبقيت كنسقي فيها حتى حصلت على هذه النتيجه. وهذه الجلبانه اللي زرعت، اللي شاركت معكم في الاول ديال الفيديو، ما خرجاتش ليا بزاف، باش قلت لكم البذور ديال الخضره اللي كتشري وكتصدق اكثر من دوك البذور اللي كتشريوهم اللي كيكونوا واجدين. وهنا غادي نشارك معكم سلاوي تبارك الله، خرج ليا جوج بحجم كبار، تقريبا غادي يكون فيهم الوحده غيكون فيها شي 6 كيلو ولا اكثر. غير وحده طيبت بها تقريبا شي 3 السيمانات، وما شاء الله تفاجئت بالنتيجه ديال الحجم ديالهم كبير، لانه كنت كنتخيل انه غادي يكون غير سلاوي عادي، يعني حجم صغير هذاك، ولكن جاء بواحد النتيجه اللي زوينه. ودابا غادي ندوز باش نشارك معكم. هذا هو النعناع اللي كنت زرعته في الدار لداخل وخرجته حتى هو، وصافي بقى النبته ديالو كتكبر، وكنسقيها، وكندير به كويس ديال اتاي. وبالنسبه للفت خليته بزاف، كاينه اللي كبر بزاف وخسر، وكاين اللي خديته ما حدو كان باقي صغير ودرت به الكسكسو. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كيف ما كيقول المثل، من جد اجتهد ومن زرعها حصد. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال اعجابكم، ونتمنى نكون فدتكم بشي معلومه، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.